الأفق الإقليمي والدولي. في ظل إعادة ترتيب التحالفات في المنطقة، تحاول الإدارة السورية الجديدة فتح قنوات اقتصادية مع دول الجوار العراق، الأردن ولبنان، لكن الطريق محفوف بالعقوبات ومحصور ببوابات رقابة دولية مشددة، ولا سيما من الولايات المتحدة. أما الشركات الروسية والإيرانية فتبقى مرهونة بالمقايضة، النفط مقابل الإعمار والولاء مقابل الدعم، معادلة تعود إلى زمن النظام السابق. اليوم وفي نهاية عام 2025 يقف الاقتصاد السوري أمام مفترق حاسم، فإما أن يتحول هذا الاستقرار النسبي إلى انطلاقة حقيقية، وإما أن يعيد الشتاء القاسي البلاد إلى دورة جديدة من الأزمات. ورغم قتامة الأرقام، لا يزال السوريون يصنعون من بين الركام بذور حياة جديدة، بانتظار أن يعود الضوء إلى مدن لم تنطفئ قلوبها بعد.